السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على اللقط بتاع الدراع أو أي حاجة فيها لقط. تعالوا كده نبصوا. زي ما انتم شايفين كده، ده دراع فك وتركيب. ماشي. طبعا في تحت في سفنج، فطالما في سفنج ماشي، هو تحت منه خشب، بس طالما في سفنج ما ينفعش ندبس فيه عشان ما يعملش زي مطبات او نغز. فاحنا هنعمله ايه؟ نجمعوا القماش ده كده زي ما احنا شايفين. طبعا ديت دبابيس بثبت بيها القماش عشان خاطر اعرف القط القماشة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت من هنا ولقطت الكلام ده، فهمشي كده ده بحيث ان انا اخلص الدراع بتاعي. زي ما انتم شايفين كده لف كده. طبعا المفروض اللقط نفس لون القماشة، بس الكلام دوت مع المبتدئين ماشي. اما انا اللي هو فاهم يعمل عادي. زي ما انتم شايفين كده اشد مش باين اي حاجة ماشي، يبقى الغرزة قصاد الغرزة كده. طبعا انا ممكن اعمل اضيق من كده بياما ماشي. طبعا كل حاجة على حسب حالتها، لان دوت من تحت مش باين اصلا، بس ده اسمه نظافة شغل بالنسبة لي، مع انها بتاخد وقت، بس ده اسمه نظافة شغل ماشي. زي ما انتم شايفين كده. كده احنا اعتبر خلصنا الدراع. طبعا ده كان فيديو تعليمي عشان تاخدوا بالكم من الموضوع دوت ونظافة الشغل فيه ماشي. طبعا انا بشتغل زي ما انتم شايفين ديت فتلة جينز، مش خيط عادي، لا فتلة بتاعت الجينز، حاجة عافية مش الغزل. الغزل التاني بيبقى تخين فما ينفعش، لازما يبقى من الفتلة دي عشان تبقى رفيعة وما تبانش وتبقى خفيفة في اللقط. السلام عليكم.